تخيل نجم أو نجمة ماشيين عكس الموضة أو بيكسروا القواعد وبيتمردوا على المفروض، ومش بس كده، لا دول بيخلقوا ستايل مختلف وبينجحوا فيه كمان. تقريبا رافعين شعار كل المفروض مرفوض، اثبت للعالم انك موجود، على رأي الكينج محمد منير. زي مايا دياب اللي من أول يوم طلعت فيه للجمهور وهي مقررة تبقى مختلفة، وإنها لا بتتكرر ولا حتى بتتقلد. عندها لمسات عصرية وعالمية. في البداية الناس كانوا بينتقدوها ويقولوا لها انت بتقلدي الغرب وبس، لكن دلوقتي بقت هي اللي بتخلق الموضة وبتلعبها بتكات، وكل لوك ليها بتلبسه بتحس انها خارجة من باريس فاشن ويك. اللوكات الغريبة اللي بتعملها مايا دياب مش بس في اللبس، لا كمان عندها ستايلات جريئة في الميك اب كمان. وعندنا برضو طارق عماد، هي مثال للبنت اللي بتعرف تلبس وتواكب الموضة بس بطريقتها الخاصة. دايما ستايلاتها بتبقى اوت اوف ذا بوكس، يعني تلاقيها مرة مثلا لابسة بدلة رجالي بلمسات انوثية، او حتى فستان غريب بتصميم مش متوقع. كمان طارق كانت من اوائل النجوم اللي لبسوا الاوفر سايز، ما عندهاش خوف من روح التجربة، وده اللي بيخليها دايما متميزة. ومؤخرا شفنا يسرا اللوزي بلوك مختلف تماما وحاجة مش متوقعة، كانت لابسة بدلة بيضة وتحت توب كروب، ستايل مش متوقع على يسرا اللوزي، خصوصا انها مش بتحب تعمل دوشة بلبسها. لكن المرة دي اختارت يكون ستايلها ناعم وفي تفصيلة مختلفة، خصوصا انه كان حدث لبراند فاشن وهو ديور، فكان لازم لمسة عصرية مختلفة. يسرا بتختار اللي يليق عليها، مش بس عشان الحاجة دي موضة، وفي حد ذاته نوع من كسر القواعد الشائدة. وما ينفعش نتكلم عن النجوم اللي كسروا القواعد من غير ما نذكر سيرة محمد رمضان، اللي كل ظهور ليه بيكون مختلف وفيه لمسات إبداعية كتير. ممكن البعض بيشوف ان ستايل محمد رمضان اوفر، بس الحقيقة انه عارف هو بيعمل ايه كويس. لو نلاحظ هنلاقي ان ستايلاته جريئة جدا، بتجمع بين اللوك الشرقي والهيب هوب، سواء في الذهب او الجلد او النظارات. هو بيكسر قواعد الذوق التقليدي، وفي كل مرة بينجح انه يكون ترند، والناس ما بتبطلش كلام عنه على السوشيال ميديا. رمضان مش بس بيجرب، هو مصدق نفسه، وده جزء من قوته كأيقونة للستايلات المختلفة. اما رانيا يوسف بقى فهي ماشيه بقاعده واحده في حياتها بس. رانيا شايفه ان اللبس تعبير عن النفس، ومش معنى ان في ناس مش عاجبها ان لازم هي تغير من نفسها. ولو نلاحظ هنلاقي ان رانيا دايما ماشيه ضد التيار، وبتاكد على ده في كل لقاءاتها، وبتقول انا حره البس زي ما احب، وده في حد ذاته جزء من كسر القواعد. ولعل ابسط مثال هو فستان الجونه اللي كان اشهر من النار على العلم، وما تهزتش ثقتها بنفسها، بالعكس تماما، دي خلت بنتها نانسي تلبس نفس الفستان في مهرجان تاني بعدها، وظهروا هما الاثنين سوا كمان. ومن اكتر الفنانين اللي بيكسروا القواعد دايما هو احمد الفيشاوي. ممكن يلبس بدله تقليديه جدا بس تحتها تي شيرت مطبوع عليه صوره غريبه او جرافيك غامض. الفيشاوي بيثبت في كل مره انه هو نفسه عنوان للستايل. وعندنا كمان ويجز اللي بيعتبر مثال حقيقي للفنان اللي دايما بيكسر كل قواعد الموضه. فمره لبس بدله غريبه جدا في مهرجان الجونه، الجاكيت بتاعها اخضر والشورت بنفسجي، وتعرض وقتها للانتقادات كتير جدا، وقالوا عليه لابس بدله فطوطه، الا انه ما اهتمش وكان عارف انه بيعمل لنفسه هويه مختلفه، لانه لبسه دايما ستريت ستايل ممزوج بثقافه الراب والستايل الحر.